مساء الخير. النهارده كده عايزين نتكلم على مرحله جديده في مشروع في الساحل الشمالي، وهو مشروع سيلفر ساند. مش جديد، يعني هو نزل بقاله شويه من 2022. نزل بمرحله جديده يمكن غيرت اللي كان دارج في السوق الفتره اللي فاتت. شفنا اسعار ما كانتش موجوده بقالها فتره بالنسبه لاسم اورا، وتفاصيل جديده هكلمكم عنها. بدأوا ان هم يغيروا المعادلة شوية في السوق، بدأوا ان هم يفهموا او يشوفوا العميل دلوقتي محتاج ايه، بيفكر بعملية اكتر. ممكن ما يكونش محتاج مساحات كبيرة قوي في ظل ان هو عايز بيت في مكان كويس على البحر. فنزلوا بمرحلة جديدة اسمها زاكوف. هو سريعا كده بالنسبه لمشروع سيلفر ساند، تفاصيله: هو مشروع في سيدي حنين، كيلو 243. مساحه المشروع كلها بنتكلم في 724 فدان اجمالي، او المساحه الطريق حوالي كيلو 800. بنتكلم عرض الشاطئ بتاعه حوالي كيلو 500. في تفاصيل شويه في المشروع، زي مثلا ان في 5 كلاب هاوس بيخدموا على المشروع ككل. بلس طبعا ان نجيب ساويرس هو عايز يعمل فكره شغال صيف شتاء، مش مجرد ان هو شغال في الصيف او 3 شهور، لا هو عايز ينقل تجربه الجونه في الساحل الشمالي. هينجح في ده او لا، ده هنشوفه مع التشغيل. طبعا هو بيحاول يعمل ده بان هو مثلا عمل مستشفى في المشروع، عمل كل ما هو ممكن ان هو يخلي المشروع ده شغال طول السنه. بخلاف كده طبعا هو موزع الخدمات في كل الخدمات اللي ممكن اي حد يحتاجها، زي الخدمات اليوميه بتاعتك وزي الشوبينج وزي كل حاجه. بخلاف كده ان هو كده كده قريب من منطقه راس الحكمه، قريب من كل الخدمات بتاعتها. كل الحاجات دي هو مركز عليها. كمان بدأ ان هو يعمل مرحله براندد باي ارموني، ده هتكون موجوده مرحله فيلات على البحر، ودي اسعارها مش قليله خالص لان هو بيستهدف فيها شريحه معينه. احنا بنتكلم ان الفيلا هناك بتبدا من حوالي 7 مليون يورو، يعني رقم مش قليل. خلاف كده المرحله الجديده اللي احنا هنتكلم عليها هي مرحله اسمها زاكوف. المرحله دي هي اخر مرحله نازله في المشروع. المرحله دي هتكون شاليهات ارضي ودورين، وكمان هو بيكون يعني في كمان شاليه على الروف، لكن هو ارضي ودورين. بنتكلم ان هو في 1 بدروم وال2 بدروم وال3 بدروم. ايه المختلف او ايه اللي هو عمله؟ اول حاجه هو قلل المساحات شويه. لما قلل المساحات شويه ادى فرصه ان التيكت برايس بتاعته تقل. يعني مثلا هو عمل ان الغرفه بادئه من 9 مليون جنيه، تمام؟ دي حاجات براندد، يعني سيرفيس ابارتمنت. دي الفكره، يعني هو عامل مرحله في زاكوف هي سيرفيس ابارتمنت، عامل مرحله شاليهات عاديه ومرحله هتكون سيرفيس ابارتمنت، وهتظهر لكم على الشاشه دي ودي. تاني حاجه ان هو خلى الاسعار، احنا بنتكلم من الغرفه من 9 مليون، وغير في نظام السداد. فعمل نظام السداد على 8 سنين بدل ما كان اقل من كده، خلاه على 8 سنين 5% مقدم. الغرفه بتبدا من 9 مليون، الغرفتين بتبدا من 13 300، الثلاث غرف عامله 17 او بتبدا من 17 مليون. طيب الموضوع ده اثر على السوق. طبعا هو بدا يلم اي او اي بقاله حوالي اسبوع. في خلال الفتره دي لموا اي او اي كتير، وقدر ان هو يسمع جدا في السوق. المنتج ده ما كانش موجود، كل الناس عايزه ان هي تروح لبراند كبير، وفي نفس الوقت كانت الاسعار بتاعت الساحل الفتره اللي فاتت، يعني مثلا كانوا عندهم الغرفتين 155 متر، النهارده الغرفتين بقت 95 متر. فكانت الاسعار عنده في الغرفتين عامله حوالي 19 مليون فيما فوق. النهارده احنا بنتكلم في 13 مليون، لان هو قدر ان هو يعمل معادله جديده ان هو قلل المساحات بتاعت الشاليهات. تاني حاجه، لو بصيت طبعا المرحله الجديده دي كلها على لاجون، كل المرحله بالكامل على لاجون، بتبعد عن البحر حوالي كيلو 100 او كيلو 200. بنتكلم ان في اللاجون هي مساحات كويسه جدا، هتلاقيها بتبدا المساحات البينيه من حوالي 40 متر، يعني انت ما بينك وما بين المبنى اللي قدامك حوالي 40 متر اب تو 80 متر. فبنتكلم مساحات لاجون محترمه جدا. هو عامل لاجون في كل المرحله. وطبعا احنا مش هنتكلم على نجيب ساويرس، يعني نجيب ساويرس هو من الناس اللي فعلا عامله زي الجنيه الذهب. هو بيسلمك منتج قوي جدا، بيشتغل في كاتيجوري معين، بيشتغل بمواصفات معينه، بيسلم متشطب بالتكييفات. ده بالنسبه لمواصفات برضو التشطيب لو انا ما قلتهاش. انا شايف ان هي مرحله هي يعتبر قيمه مقابل سعر، هتنجح جدا من وجهه نظري، ومنتج كان محتاجينه في الساحل. وكمان احنا بنتكلم ان المشروع اتطرح في 2022، من 2022 لحد الان هم في شهر 6 اللي جاي هيكونوا سلموا 600 يونت في المشروع، وهيبتدوا بالفعل تشغيل للمشروع شهر 6 اللي جاي. بس ده كده كان تفاصيل عن المشروع او عن المرحله الجديده لمشروع سيلفر ساند. اتمنى تكون استفدتوا منها. لو في اي استفسار او في اي حاجه ممكن تبعتولي، هسيب رقمي وتتواصلوا معي.